علاش مراكش عاصمة الأكل البلدي في المغرب، ضروري تلقى شي مطعم اللي يفاجئك ويخرج شي أطباق اللي ما كنتيش كتسناها من قبل. وشحال هشاش هاد الحيمات اللي كاينين في السوق دانيو، ويلا تشهيتو شي كرعين طايبين بطريقة بلدية ولكن في بلاصة عصرية وراقية، ولا شي بنت الرماد بالمليجات ومعلكة وبنينة. هاد المطعم ما ندمناش ملي زرناه، والاسم ديالو لو بافي. المطعم كاين في كيليز في شارع عبد الكريم الخطابي، 5 دقائق على لاكار ديال التران. المطعم كبير وراه غادي ينقل كأس افريقيا ويقدر ينظم تا اعياد الميلاد. ودابا ندوزو لمرحله التذوق. اول حاجه البارمان عندهم فنان كيخرج مشروبات في المستوى، تقديم الاطباق بعدا كيفتح الشهيه. دينا سلطه ميديتيرانيين بالبراطه، طاغ بالصومون بلا مسا غواكامول اكزوتيك، راوات المكونات والبنه غاديه مع التقديم. ودابا ندوزو الاطباق الرئيسيه، الاطباق المميزه: الكبده اسكندراني، الفيسه او التريت بالبيض. قولوا لي انتم شنو كتقولوا لي؟ بصراحه الله يعطي الصحه الشاف عنده البنه في يديه. ونفس الشيء كينطبق على كسكسو اللي كيجي بالتفايه. للمعلومه الروعه ديال سوغيدانيو راه ما جاياش فقط من لي زيبيس اللي كيديروا، كيطيب في الفران مده 5 سوايع. داكشي علاش كيجي كي الزبده. راه ما عندهمش فقط الاطباق المغربيه، عندهم كارت انترناسيونال بحال هذا الطبق الرائع ديال كوت دانيو، موزايك دو سومون مع الباستا بيستو كروفيت. والجميل عندهم هو ان الاطباق بلمسه خاصه ديالهم. اول مره نشوف كريب الطنجيه، اللي جربها يرد عليا. مستوى الفاست فود حتى هو عندهم رائع، خصوصا البرجر والساندويتش. اما البيتزا بالنسبه لي باقي خصهم يخدموا عليها من الناحيه ديال لاباط. وراه لقينا عندهم الماتيلدا كيك في الديسير.